بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، الحج معناه في اللغة القصد، فهو كله مقاصد ومقصودة شرعا، وقد بين الله سبحانه وتعالى أهميته للإنسان. فمن المهم للإنسان الانتقال من مكان إلى مكان، وقد جعل قلبا في هذه الدار، فنحن جميعا غرباء في هذه الدار. أهبط الله أبانا آدم وأمنا حواء من السماء، وجعلنا خلفاء في الأرض لمدة محددة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلذلك كان من ضرورات شخصية الإنسان السفر، وأقدس الأسفار في هذه الحياة سفر الحج، لأنه رحلة إلى الدار الآخرة. فالذي يحرم بالحج يغتسل كما تغسل الجنازة، ويلبس إحرامه كأكفانه، ويمتنع عن الأخذ من شعره وأظافره، ويمتنع عن كثير من الشهوات التي كانت حلالا عليه قبل إحرامه، ويبقى ملبيا ذاكرا عليه حرمة الإحرام. ثم بعد ذلك يأتي إلى مشاعر محددة تؤلف قلوب المسلمين وتجمعهم. فما من شعيرة من شعائر الإسلام إلا ونظر فيها إلى توحيد الله ثم توحيد الكلمة، وهذان التوحيدان لم يأتي نبي إلا بهما. فقد قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين هذا توحيد الله جل جلاله، ولا تتفرقوا فيه هذا توحيد الكلمة. فالحج مؤتمر عام للمسلمين يجتمع فيه شرقيهم وغربيهم وعربيهم وعجميهم، ويأتون من أطراف الأرض ومناكبها، يسلكون كل فج عميق ليجتمعوا في هذه المشاعر المقدسة، ومنها منطلق تاريخ الإنسانية. فالله يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذا ربط للبشرية بتاريخها وعناية بأوليتها. فأول بيت وضع على هذه الأرض هو البيت الحرام، ومنه منطلق حضارة البشرية كلها، والمناطق التي حوله كلها كذلك مقدسة مشاعر مباركة. إن الصفا والمروة من شعائر الله. والجانب الثاني هو جانب التوحيد، حيث جعل الله المقصد الأساسي من الحج توحيد الله جل جلاله. فقد قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هذا أول شيء، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هذا أيضا للتوحيد: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. هذا تأكيد كذلك للتوحيد: غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا تحذير من الشرك وترسيخ للتوحيد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. هذه الحكمة: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فبين الله سبحانه وتعالى ارتباط الحج بالتوحيد من بداية أمره. فهذا هو المقصد الثاني بعد توحيد الكلمتين، هو توحيد الله جل جلاله
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فهذا هو ذكر الله وتوحيده. وهو أيضا ارتباط بالموحد الكبير خليل الله إبراهيم عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى جعله أسوة للمؤمنين في كل أقواله وأفعاله واعتقاداته إلا أمرا واحدا لم يستثني من شؤون إبراهيم في الإسوة والقدوة إلا أمرا واحدا طيلة حياته، فجعله الله أسوة صالحة وقدوة حسنة للمؤمنين، وجعله أبا لهم جميعا. من كان من العرب من ذرية إسماعيل فهو من ذريته بالنسب، ومن لم يكن كذلك فهو من ذريته بالدين. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم. هذا خطاب لكل المسلمين لعربيهم وعجميهم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فإبراهيم عليه السلام جعله الله أسوة للمؤمنين في التوحيد، فهو الذي بنى البيت وكان معه ابنه إسماعيل، فأمره الله أن يذهب بابنه الذي لم يرزقه إلا على كبر وحاجة، وأن يذهب به وبأمه فيتركهما بواد غير ذي زرع ليس فيه ماء ولا غذاء ولا ساكن، فجاء بهما من الشام فوضعهما في هذا المكان. فلما دنت الشمس للغروب وكان بين هذه الجبال الموحشة في هذا الوادي السحيق لم يترك لهما زادا إلا قربة فيها ماء قليل، فكر راجعا إلى الشام، فرفعت إليه الجارية رأسها فقالت: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه: أي نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. فحققت توحيد الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. ثم بعد ذلك فتح الله لها هذا الخير بنبع ماء زمزم وجعله مغنيا عن الأكل والشراب، فهو طعام طعم وشفاء سقم، فيجتمع فيه الشراب والغذاء والدواء، هو جامع لكل ذلك. وهو لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، وهو اليوم أفضل المياه على وجه الأرض. فأفضل المياه في الأصل الماء الذي نبع بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليه ماء زمزم. ومن هذه المقاصد اتباع سنة إبراهيم عليه السلام وتحقيق هذه الإسوة، فإن الله استثنى منها أمرا واحدا وهو وعده لأبيه بالاستغفار له. فإن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أن إبراهيم وعد أباه بالاستغفار له التمس له العذر، فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فجعل هذا رجولة في إبراهيم. فالإنسان الذي تريد أن تنتقد شيئا من تصرفاته في الأصل لا تعتذر له، لا تلتمس له العذر، بل تقول إنه أخطأ في كذا. لكن الله وقد أحب إبراهيم وجعله خليله التمس له العذر في المسألة الوحيدة التي لا يشرع لنا الاقتداء بإبراهيم فيها، فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالبراء من العقيدة ومن الإيمان، والله سبحانه وتعالى بين لنا أن إسوتنا إبراهيم والذين آمنوا معه قد تبرأوا من قومهم. قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فهم إسوة لنا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وكذلك تحقيق التوحيد في تصرف إبراهيم في ولده عندما أحبه حبا شديدا، ومع ذلك رأى في المنام أنه يذبحه، فجاء من الشام وقد بلغ ولده السعي معه، فلم يشأ أن يفاتحه ويصارحه بحضرة أمه لحنان الأمهات، فخرج به من مكة إلى منى ففاتحه هنا فقال له: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. مباشرة كان الولد عند حسن الظن فقال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأمره بالتوحيد فجدد توحيدهما، فلما أسلم وتله للجبين
وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذه مجرد رؤيا في المنام، لكن مرائي الأنبياء وحي. قد صدقت الرؤيا. فحينئذ فداه الله بذبح عظيم وأحيا إسماعيل عليه السلام. وقد عرض إبليس لإبراهيم في منى يريد أن يثنيه عما أمر به وعما امتحن به، فجلس له على الجمرة الصغرى فرماه ب7 حصيات فانصرف إلى الجمرة الوسطى فرماه ب7 حصيات فانصرف إلى الجمرة الكبرى فرماه حتى ذهب في الوادي، فشرع رمي الجمار من أجل ذلك. هذا والحمد لله رب العالمين.